اليوم بدي أتحدى أي حدا يجرب هاي العجينة وما تنجح معه، جديًا إذا مشيتوا معي خطوة بخطوة رح تطلع عندكم عجينة بيتزا قطنية خفيفة وبتنتفخ وبتناسب كل أنواع البيتزا. هالوصفة بتكفي لعمل بيتزاتين كبار بحجم عائلي 32 سنتيمتر، اقتصادية ومضمونة ومجربة مئات المرات. خليكن معي تابعوا الفيديو للأخير وإن شاء الله الوصفة رح تنال إعجابكم. بما إنه دايماً عائلتنا كبيرة هون بحب أعرف من وين عم بتتابعوني، اكتبوا لي بالتعليقات من أي بلد أو مدينة عم بتشوفوا هالفيديو. سر نجاح أي بيتزا مو بالحشوة ولا بالصلصة، السر كله بالعجينة. بدي وعاء كبير أو عجان إذا متوفر، بنزل فيه كوب ونص من المي. هون المي دافية دافية يعني بقدر أحط إصبعي وما أحس بحرارة تأذيني. ومنضيف ملعقة كبيرة من خميرة فورية ما يعادل 11 غرام، وممكن نستخدم خميرة طازجة كمان بصير، وملعقة كبيرة من السكر. منحرك شوي لحتى السكر والخميرة يدوبوا بقلب المي، نتركها دقيقة بس دقيقة مشان الخميرة تصحى وتصير جاهزة للشغل. وهلا بضيف 3 كوب، ممكن نستخدم زيت الزيتون، ممكن نستخدم زيت النباتي يلي متوفر عندكم كله بصير، ما يعادل 75 مليلتر. قبل ما ننزل الطحين في شغلة مهمة، يفضل نستخدم طحين قوي أو عالي البروتين، يعني طحين يلي فيه نسبة بروتين أعلى من الطحين العادي. هذا النوع بيعطي العجينة مطاطية أقوى وبيخليها تنتفخ وتطلع قطنية من جوا وطري من برا. إذا ما كان عندكم طحين عالي البروتين فيكم تستخدموا طحين العادي، بس إذا متوفر القوي بيكون أفضل لنتيجة أحسن. 4 أكواب وربع ما يعادل 600 غرام، ومنضيف ملعقة صغيرة من الملح ومنبلش عجن. إذا بإيدك اعجني بهدوء، لفي العجينة على بعضها واضغطي ولفي واضغطي. وإذا بالعجان سرعة متوسطة، العجين لازم يستمر تقريبا بالعجن 10 دقائق. منجيب شوية زيت ومندهن الوعاء ومندهن سطح العجينة كمان. شايفين كيف صارت ناعمة وطرية وما بتلزق بالإيد وما هي قاسية؟ هذا هو الملمس المطلوب. ومنغطيها بنايلون غذائي ومنتركها تقريبا ساعة بمكان دافي لحتى يختمر ويتضاعف الحجم. خلوها ترتاح، العجينة بتحب الدفى. شايفين الشكل؟ ما شاء الله منتفخة وطرية وعاملة جوا فراغات حلوة، هذا دليل النجاح. جربوها وصدقوني رح تعتمدوا هاي الوصفة بشكل دائم، وإذا جربتوها خبروني بالتعليقات كيف كانت النتيجة. وكمان إذا حابين أعمل صوص للبيتزا الأصلي وأفكار لحشوات متنوعة اكتبوا لي تحت. وصحتين وألف عافية لكل حدا بده يجرب هاي الوصفة، وأنا متأكدة إنها رح تعجبكم ورح تعتمدوها. بنفرغ الهواء من العجينة بهدوء ونقسمها لنصين، كل نص بيعمل بيتزا بحجم عائلي 32 سنتيمتر. منغطيها كمان 5 دقايق ترتاح قبل الفرد. هالراحة الصغيرة بتساعدك بفرد بسهولة وبدون ما ترجع وتشد. الكوب يلي عم نستخدم بهاي الوصفة سعته 250 مليلتر. وإذا حبيتوا تجربوا الوصفة رح تلاقوا كل المكونات تحت الفيديو بصندوق الوصف. وبهذا الشكل خلصت وصفتنا، بتمنى نالت إعجابكم وانتظروني بوصفة جديدة. مع السلامة، في أمان الله.